السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سادة وقناة إي جي أنمي قالش. النهاردة هكلمكم عن الأصدقاء في الأنمي وإزاي بقى الصديق موجود في كل أنمي وبيأثر على جودة الأنمي. تابعونا. الصديق في الأنمي. الصديق في الأنمي سفينة الإنقاذ في كل أنمي. الصديق في الأنمي هو السبب في نجاح أغلب الأنميات. من بدايته كان الصديق في الأنمي دايما بيتحط اللي هي حبيبة البطل وتبقى صديقة البطل في نفس الوقت، ويختصروا شخصيات، والشخص التاني ده بيبقى مجرد الفكاهة اللي في الأنمي. يعني مثلا لو العمل جد وسوداوي لازم يحطوا شخص يضحك كده، زي أي فيلم أو أي عمل درامي بيبقى موجود فيه الشخصية دي، لأن الأنمي كان واخد أغلب أفكاره من الأعمال الدرامية العادية خالص. لحد ما جه فكرة الصديق في الأنمي بقى. في البداية كان الاعتماد دايما على صديقة البطل اللي هي صاحبته، فنبقى خبطنا عصفورين بحجر، صاحبة البطل وكمان في الآخر هتبقى حبيبة البطل، ولو ما عجبتش البطل في النص ممكن نخليها تبقى حبيبة حد تاني ونطلع شخصية جديدة تبقى هي حبيبة البطل، ويكمل الأنمي على كده. طبعا الأنمي بما إنه بينزل مانجا كل أسبوع فبيبدأ بقى يشوفوا يشوفوا رد فعل الناس، هل حبوا الشخصية دي ولا لأ، هل الشخصية دي قريبة منهم ولا لأ، وبكده يبقى عرفوا هل الشخصية دي هتنجح وتبقى هي حبيبة البطل في الآخر ولا لأ. طبعا الكلام ده كان في بداية ظهور الأنمي، مع ظهور التقنيات وظهور إن الأنمي يبقى عامل مؤثر وبدأ يبدأ الناس يشوفوه من 16 لأكتر، فبدأ الأنمي يبقى متعلق بالشخصية. الأنمي مختلف عن كل الأعمال، إن الأنمي فيه ميزة إن هو بيخليك تعيش جوه الشخصية، بيخليك تعيش جوه العالم. فلو شخصية البطل دي أنت ما حبيتهاش فللأسف الأنمي مهما كانت جودته حلوة ومهما كانت قصته فيها حبكة متقدرش تحبه، لأنك أنت متعلق الشخصية الوحيدة اللي المفروض بتعبر عنك ما انتش حاسسها شبهك. فمهما ممكن تقول انمي ده فيه حب وكل حاجه بس تديله تقييم اللي هو عادي. فبدأت بقى الافكار تظهر. طبعا مع ظهور دراجون بول اللي هو الاب الروحي لاغلب الانميات كان بدايه ظهور صديق البطل، فكان موضوع صديق البطل ده ناجح، بس كان دايما برضه فيه اهمال ليه. وعلى فكره دراجون بول ظهر كذا صديق للبطل ويتغيب ويطلع شعبيته ما تبقاش قد كده لحد ما وصل لفيجيتا. في الاخر فيجيتا هو الصديق اللي كمل، بس في البدايه كان في اصدقاء كتير ظهروا للبطل اللي هم كانوا بيبقوا اشرار في الاول، بعد كده يبقوا صحاب. دور فيجيتا غير فكرة صديق البطل على فكرة في كل الأنميات، لأنه بقى ليه جمهور لوحده، بقى الشخصية المختلفة. البطل لو هو هازله بيحب الضحك والهزار، في شخصية كمان صديق البطل كمان بيساعد إنه يظهر البطل بشكل كويس. يعني لو هما الاتنين بيتدربوا وش نفس القوة فمفيش مانع لو الشرير طلع قوي شوية نطلع صديق البطل ده يتهان ويطلع عينه في الأول عشان لما يجي البطل يبان الأسطورة اللي فايز، وبيكمل على كده. وفضل الموضوع ده يتطور لحد ما بقى صديق البطل ليه شعبية زيه زي البطل، فقرروا لا احنا ده الانمي ده نجح عشان صديق البطل مش عشان البطل نفسه. لان صديق البطل دايما على فكرة بيكون العامل الدرامي الشخصية الهلامية، لان دايما البطل لو تلاحظ في كل الانميات البطل لازم يكون شبهك، لازم يكون قريب منك، لازم يكون مرفوض، لازم يكون بيتحارب حاسس بالظلم عشان يبقى قريب من قلب اللي بيتفرج عليه فيتعلق بالشخصية. بس بدأ يظهر ناس ما تحبش النوع ده من الشخصيات، فبقى لازم يجيبوا شخص تاني يعيش نفس ظروف البطل ده بس بشكل مختلف. فبقى زي ما يبقى في صديق البطل اللي هو متمرمط يا عينه وطالع عينه، يبقى في البطل نفسه اللي هو واخد حقه وكل حاجة. والعكس لو البطل متمرمط يبقى صديق البطل عنده كاريزما وعنده شعبية ويبقى عكسه. حتى لو البطل بيتحكم في قوة النار لازم صديقه يتحكم في قوة الجليد، اللي هو الشخصية لازم تبقى العكس في كل حاجة علشان تقدر تعجب أكبر شريحة. بالظبط زي الساحر اللي بيطلع يعمل الخدعة السحرية بيجيب عدد من العرضات عشان تلفت النظر وتجذب العين على الخدعة بتاعته. هو ده نفس الموضوع بس بالشكل بقى انه بيعيشك جوه الشخصية. شخصية صاحب البطل هي السفينة الرابحة فعلا في كل أنمي. لو شخصية البطل ما عجبتش الشخص فبيبقى في شخص صاحبه، واكبر مثال على كده ناروتو. في ناس كتير كانت بتحب ناروتو عشان ساسكي، والعكس في ناس كانت بتكره ساسكي وتحب ناروتو عشان هو البطل. فده خلى الانمي متشاف اكتر من اي انمي تاني، لان الصديق بتاعه متشاف. نفس الحوار لو حد بيتفرج على وان بيس ممكن تلاقي ناس كتير معجبة بزورو اكتر من لوفي نفسه، لمجرد ان الشخصية مختلفة. فبقت عندك كذا اوبشن ان انت تعجب كذا نوع من الناس. النوع مثلا بيحب الشخصية الفكاهية بس لو ما بيحبش الشخصية اللي بتحب تهزر دي هتفرج على الشخصية الجد، الشخصية اللي عندها كاريزما. والموضوع ده بيتطور، الموضوع ده هو السبب نجاح اغلب الانميات. يمكن انميات ما بتنجحش عشان فيها حبكة عشان فيها قصة، وممكن ده ينجح الانمي ويتشاف حلو، بس الصديق هو اللي بيفرق. انت الانمي ما بتتفرجش عليه زي الافلام والمسلسلات ان هو مجرد عمل في قصة وفي حبكة، لا انت بتتفرج عليه عشان تعيش في الاجواء. وده اللي بيخلي الانمي مميز عن كل الاعمال التانية، لان انت ما بتتفرجش عشان ممثل مشهور انت عايز تشوفه، لا انت بتتفرج على القصة والعالم اللي بتصمم لك فبتعيش جواه.
فلازم يكون في شخصية شبهك أو في شخصيات، ولو ما فيش شخصية شبهك يبقى في شخصية نفسك تبقى زيها. ففي الحالتين هو بيدي لك كذا اوبشن الشخصية اللي هي التافهة اللي بتقعد تصرخ وتصوت طول الوقت، واوبشن الشخصية الهادية اللي عندها كل المميزات وكل الإمكانيات. وفي الحالتين انت بتبدأ تفاضل على الصراع ده بيخلي لك، لأن احنا في الحياة العادية دايما بنحب ان يبقى في صراع بين اتنين، أهلي وزمالك، ريال مدريد برشلونة، كريستيانو وميسي، كل دي صراعات. دايما تلاقي الحاجة اللي متقسمة على جزئين الحاجة دي بتبقى أنجح، وده فعلا اللي بيتم في الأنمي، إنه لما يقسم لك الجمهور إنه يحب البطل أو ما يحبش البطل زي ناروتو مثلا، ويحب ساسكي اللي هو الشخصية اللي كانت المفروض شريرة، يبقى ده اهتمام. وفي أعمال زي ناروتو فعلا اهتم بالشخصية الصديق البطل أكتر من البطل. لو تلاحظ في بناء ساسكي في ناروتو شيبودن كان في معارك عملها مع شخصيات أقوى من اللي ناروتو عملها. ناروتو ما كانش له غير قتال واحد أسطوري اللي ضد بين، إنما ساسكي هو اكتر واحد واجه شخصيات من الاكتاس وفعلا وغلبها. فكان ده قادر فعلا يوريك قد ايه ان شخصية البطل بقى فيها اهتمام، لان هي اللي بتنجح الانمي. ولدرجة ان في انميات بتتابع عشان شخصية صاحب البطل اكتر من البطل. وبقت دايما معروف ان شخصية صاحب البطل هو الشخصية المكافحة اللي بتقاتل، اللي بتتدرب طول الوقت، اللي عايزة تعدي. وشخصية البطل هو الشخص اللي بيحاول يكون حالي. في النهاية المحور البطل هو محور كل الأحداث، ده في كل القصص. انما في الانمي بقت البطل زي ما ليه احداثه، بقى شخصية صاحب البطل لازم يكون ليه احداثه وليه ليه شخصيات بتخدم عليه، وليه محور احداث، وليه صراعاته اللي بيواجهها لوحده. وده برضه يبقى ليه، البطل لازم يكون فيه صراعات وفيه مواجهات. ده ما يمنعش ان صديق البطل لما يبقى له صراعات ويبقى له ماضي انت بقيت بتتعلق فيه، فبقت الموضوع ما بقاش مختصر على البطل اللي كل حاجه بتخدم عليه. لان في الانمي الياباني والمانجا كانت دايما كده، بس مع التطور بقى لا، بقى لازم يعمل. والانمي كل ما ينجح كل ما بيعمل شخصيات اكتر بماضي ومستقبل وطموحات اكتر، فتقدر تتابعها وتقدر تتميز بيها. صديق البطل كمان بقى دلوقتي في الانميات القصيره هو العامل النجاح الاساسي. واكبر مثال على كده انمي ون بانش مان. انا ون بانش مان بيتكلم عن شخص قوي بيقدر يغلب اي شخص ببوكس واحد. انا ما فيهوش اي متعه. انت لو بصيت على الفكره هو كده كده انت عارف انه هينزل هيغلب الشخص اللي قدامه. فيجيب لك منين الصراعات؟ شخصيه جينوس اللي هو صاحب البطل او اللي بيبقى صاحبه، وجوده في الانمي نفسه هو العامل اللي هو السبب الوحيد في نجاح الانمي ده. لان بصراحه هو اللي بيعمل المعارك، هو اللي بيعمل المواجهات كلها. وشوف في ناس كانت بتتريق انه دايما بيخسر، ما هو طبيعي يخسر عشان البطل يظهر، بس وجوده كان هو اللي بيعمل المعارك. انت دايما كل المعارك القويه اللي بتحصل فيها صراعات وحاجات زي اللي احنا متعودين عليها في كل انمي هو جينوس اللي عاملها. في النهايه انت عارف ان البطل اول ما يجي يكسب القتال في ثانيه واحده، انما في العاده انت عايز تشوف قتالات. وده برضو ده لخص كل انميات الشونن. انا وان بانش مان كان مثال سخريه عن كل الانميات الشونن. وعلى فكره هو بدا كده، بدا سخريه ان انت عارف ان كده كده البطل هيكسب، فانت طموحك دلوقتي ان البطل اللي انت عارفه كده كده هيكسب، فانت عايز تشوف صديق البطل ده هيعمل ايه، لانك عندك امل انه يعمل حاجه اكتر. فبقى هو دايما المغلوب على امره اللي انت بقيت بتقف معاه، لان طبعا البطل هيكسب. انما صديق البطل لو عمل حاجه فانت بتتعلق بيه اكتر. صديق البطل بيكمل معاك بشكل احيانا ما يبقاش لطيف، لانه بدأ بعد ما كانوا زمان بيعتمدوا على صديقة البطل ان هي حبيبته، وفي نفس الوقت صديقته بتكمل معاه وما كانش بتجيب جمهور قوي زي ما بقى الصديق لوحده. ما كمان بدأوا يعملوها لكنه حبيبته، لأنه بدأ فعلا البطل يحسك تعلق بيه تعلق مرة، اللي هو عايز يدور عليه، عايز مصلحته، ده بيدافع عنه طول الوقت، ده بيدافع. بس هو ده معنى الصداقة، هو مش مجرد إن هو حبيبين، لأ هما فعلا أصدقاء. وده بيوصل معنى، لأن حتى في اليابان كان عندهم مشكلة دايما يقولك ليه دايما بيهتموا بالصداقة، إن العلاقات الصداقة بينهم هناك مش قوية زي عندنا أو مش قوية. وده بيخلي دايما الواحد بيدور على صديق ويعرف إن قيمة الصديق ده بيكمل معاه. في النهاية دايما الصديق في الأنمي هو السبب في نجاحه. لو الأنمي ده صمم شخصية الصديق بشكل قوي عكس شخصية البطل، هو ده اللي بينجح الأنمي. مش مجرد إنك بتتكلم عن بطل وبياخد اللي هو عايزه. اللي وقع في غلطة البطل اللي بياخد كل اللي عايزه هي دلوقتي المانجا الكوري أو المانهوا الكوري. المانهوا الكوري دايما بتعتمد على البطل إن هو تبروزه هو بس، مبيبقاش فيه صديق، مجرد واحد بيطلع يقول إفيهات أو واحد يكون الجزء الكوميدي اللي في الأنمي. بالعكس انت ممكن تعمل شخصية صاحب البطل دي وده اللي ناجحة في اليابان ومخليها لحد دلوقتي متميزة في مجال الانمي. مش بس عشان انتاجها، لا كمان عشان هي فكرة ان هي عارفة هي الناس عايزة ايه. انت ممكن تحب البطل في عمل واحد ان هو المحور كله عليه، بس في النهاية انت محتاج شخصيات تانية تبدأ يبقى فيه بصيص عليها، تبقى شايف هي بتعمل ايه، تبقى شايف هي بتطمح لايه، تبقى شايف هي هتوصل ايه.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تدعمونا بلايك وشير، متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان. اشوفكم فيديو جاي.